انت رايح فين؟ انا رايح فين في حياتي؟ رايح فين النهارده وبكره وبعد؟ السنه الجايه هكون موجود فين؟ السنه اللي بعديها هكون موجود فين؟ تخيل نفسك كده، وتخيل ان في شخص قرر النهارده اول ما يخرج ويسيب القاعه ويخلص الايفنت ويروح يقف بره، يوقف تاكسي. اول ما بيفتح باب التاكسي السواق هنا بيساله سؤال مهم جدا، بيقول له ايه؟ انت رايح فين؟ فقال له اتفضل امشي كلمني. ايوه يا فندم رايح فين يعني؟ مالكش دعوه. انت مش معاك عداد؟ في عداد بيعد، امشي مالكش دعوه. ايوه يا فندم امشي مالكش دعوه. اروح فين؟ امشي ازاي؟ قال له امشي في الطريق اللي انت عايزه. فيفضل ماشي بيه ربع ساعه، نص ساعه، ساعه. باشا بقالنا ساعتين عمالين نلف في مصر كلها، ممكن حضرتك تقول لي بالظبط انت رايح فين؟ يا عم الحاج امشي مالكش دعوه. ساعتين، 3، 4، 5، 10 ساعات، وفي النهايه للاسف الشديد بننزل في مكان احنا اصلا ما نعرفوش. بس هسألكوا سؤال، احنا بندفع ثمن ده كتير ولا قليل؟ عايز اسمع، كتير ولا قليل؟ بندفع ثمن ده كتير جدا. هو نفس الثمن اللي بندفعه في الحياه لما بنبقاش عارفين احنا رايحين فين. شك، احباط، زهق، ملل، اكتئاب، واوقات كتير جدا جدا انتحار، لاني مش عارف انا رايح فين. عمال اخبط في الحياه وماشي عشوائي ويمين وشمال، مش عارف الطريق يا احمد، مش واضح قدامي. ولكن لو ركبت نفس التاكسي واول ما وقفته انت رايح فين؟ انا رايح المكان الفلاني، هدف واضح وصريح، عارف كويس جدا هوصل له ازاي، عارف الطريق اللي همشيله منه، عارف الوقت بتاعه ممكن يكون قد ايه. ممكن توصل في ساعة، وممكن توصل في ساعتين، وممكن توصل في 3، وممكن توصل في 10 ساعات لو جاي من مكان بعيد جدا. بس في النهاية انت هتوصل لانك شايف كويس، هتوصل لانك عارف كويس، هتوصل لانك محدد كويس جدا الهدف. كم حد بيحضر معانا النهارده المحاضرة عنده هدف في حياته؟ يقول انا لازم تكون مركز كويس جدا انت رايح فين في الحياة. ايه هي الاهداف بتاعتي؟ لان اكتر حاجة تكمل الرسالة اللي اتكلمنا عليها هي الهدف. انك تكون عندك هدف. انا عندي رسالة في الحياة، اني اكون السبب، رسالتي واضحة اني اكون السبب. ولكن وجودي النهاردة معاكم في المحاضرة بهدف بيكمل الرسالة اللي كتبتها في يوم من الايام. ودايما بنقول ان انسان بدون هدف او انسان بلا هدف انسان بلا هوية.